شو الموضوع عامله؟ ايش بيك؟ هو شهر واحد المفروض تفرحين؟ على شنو افرح عيني؟ يعني شهر راح ارتاح منك الشاقة وياك والله. عيني اخلص من المفخخات، لاني بدي 24 ساعه نركض ورانا، مدري هن يركضون ورانا، يعني شهر لا يشوفون ولا يشوفوني. ادري هم ما يدرون بيتك تفجر لو الا هالسيد الزوك. شوف الظاهر يعني هم متقصدين يعطين هاي الاجازه حتى يروحون ويريحون اعصاب. هذا اللي صار بالبيت. اي يريحوك الك حبيبي ويتعبوني الي مو؟ هاو سجاد مع الشتري، هاي جدتك سفرة ببلاش حتى تخلص من البلاوي اللي هنا. ايش تقصد عني غسان؟ ودا الصفاوي ما دا اقصد شيء، هو يعرفان ايش دا اقصد. اقول لك خلي الحمايه يوصلوك. لا لا تسلم ابو صفا، ما اسوي زحمه عليك، انا اخذ تاكسي واروح. كريم خلي الحمايه يوصلوك. غسان ما يخاف اروح ويا المطار؟ وين تروحين امنه؟ امشي امشي جيب سجادة اشوف. نايم امنه رايحه. اقول لك شنو اخبار عقيد عدنان؟ يعني من نقلت العمليات بغداد بعد ما عرفت عنه شيء، بس هو جالي مره واحده رادم شغله وانا اعتذرت عن تنفيذها. شنو هي؟ ما اتذكر كل التفاصيل، بس اتصور كانت على مود الولد اللي ضربه ابنه. اقول لك هو شو الوضع بالداخليه؟ سمعته؟ يعني انسان عادي، بس هو شويه تقليدي، يعني مثل ما يقولون العراقيين قديم. تدري يا ابو صفا، اكو هاي ناس بعدهم عايشين على الطراز القديم التقليدي، اساليبهم كلها قديم، وذول الناس لا يقبلون يتغيرون ولا يشوفون جديد. كريم أنا مالي يدي من عنده، يعني ما يقدر يلعب بذيله وياي، خاصة بعد ما هو ورطت شغلة تربيل. هذا كريم دير بالك منه، أنا أعرفه كل الزين، ضابط ذكي ونشيط وبنفس الوقت عنيد. تقييمك الأمني هذا صحيح، لكن التقييم السياسي هو متهور ومندفع، وأني صدت من هاي الثغرة ودخلت بالشرك. المهم أنا حذرتك، وأي أخطاء تصير أنت تتحمل المسؤولية. هاي الدورة مضبوطة؟ اكو اسمه بيها؟ ممتاز. شاكو اخبار عن صاحبنا؟ لا بعد ماكو شيء. المفروض من يوصل كركوك يبشرونه. طيب ماشي مع السلامة. الرفض مو خيار ولدي، أنا بدي أعطيكم فرصة حتى تخلصون نفسكم، مو زين؟ بصراحة أبو سلوان أنت مو ثقة، يعني ما تنفذ اللي تقوله. شوف، تتهمون بدون دليل مثل ما تقتلون بدون مبرر. فوزوا وشوف أنفذ له ولا. نلعب بس مو مثل شروط اللعبة القديمة. بأي شروط لعب؟ ماكو قتل، الفايز ما يقتل الخسران. ماشي يابا ماشي، بس الفايز
إلى شرط واحد الروحة والتسقيط فرد. شنو هاي اللعبة؟ صقلة؟ طوبة؟ فهمنا. أنا مو مال طوبة يابا، اعتزلت وبطلت. الشغلة كلش بسيطة، لعبة حظ 100%. كل العراقيين يلعبوها. طرة كتبة. بس لازم اتاكد من الفلوس. فكوهم. تريد أنا أشمرها لو أنت؟ لا، أنا أشمرها. ما يخاف، بس لا تزاغل وتنحاز صاحبك. أبو سلوان، هي مال دروب لو تحجج علينا، هي لو طرة لو كتبة. يا بدأ الشاقة وياك. ها جاهز؟ هي جاهز. ها ايش راح تختار؟ طرة. يعني أني كتبة. يلا منقر. طرة يعني انا فزت. اي انت فزت. شنو شروطك؟ بس ها بدون قتل على اتفاق. ماشي. اطلع منه ولا واحد يتعرض له، ولا اشوفك لا شغل بعد. يا بصار انت الفايز وانا الخسران، والخسران يتحمل الخسارة غصبا ما على خشم. تفضل عبير، روح منه. واذا شفتنا بالصدفة هم راح تتعرض لي؟ انا شخصيا بعد ما عندي شيء وياك. بس انا اذا شفتك راح اقتلك. اذا تقدر لا تتردد. ما دام انا فزت يصير اخذ منذر وياي؟ هاي شنو؟ مو قلنا التسقيط فردي؟ دروح كمل. لا يابا لا، راح أغير شاقة وياك. قبل شوية الحظ مو وياك، هالمرة راح يصير وياك. خليه بعدين نكمل. ربطوه. الو، براك انقتل. منو قتله؟ اني. ليش؟ لان فضحنا وكشف لعبة موتك الغسان وعامرة. المهم انت لا تشغل نفسك بهذا الموضوع. انت هسه بكركوك وين؟ ايش حصلت من شهيد؟ زين جبار وين؟ راكان. شلون؟ اي راكان قتله. هذا جبار من رجع كان راكان وجماعته مسوي له كمين وصادوه وقتلوه. هذا اللي اكد لي يا شهيد. بس انا بصراحه شاك. شاك بالموضوع. من اتاكد بنفسي 100% راح اتصل بيك. اوكي صديقي، دير بالك على نفسك. باي. شو اخبار جولاتك اليومية؟ الشغل ما يخلص رفيقي. شكو جايبني القشله؟ جماعة راح يسطون على بنك. يسطون على بنك؟ منو اللي راح ينفذ؟ وشو وقت ساعة التنفيذ؟ ساعة الصفر ما معلومة، بس يمكن قريبة جدا، ومن يبلغوني راح اقول لك. اما منو ينفذ فما اعرف، غسان ما قال لي لحد الان. هذا اللقاء لازم يتأرخ رفيقي. من فضلك أخي، من فضلك والله شوي.
ممكن تصورنا؟ بلا زحمة عليك. بس الاستاذ راح يطلع وراك، ما يخالف؟ مو مشكلة، هذا رفيق بحثي قديم، المهم الساعة تطلع. عوف الرجال لا اطش رؤوسكم. يلا ولوا منا، واذا شفتكم مرة ثانية ما تلومون الا نفسكم. يلا انت ما تقوم؟ شكو مشغول؟ عاجبتك النومة جو النخلة؟ بس انت كلش عاجبني رفيقي. براك؟ هاي ولك ايش جابك هنا؟ لازم عرفت. ما حد غيركم اخذهن. شو لقيتني براك؟ صدفة اشتغلت حماية واحد من ذول البرلمانيين. الظاهر عنده بزنس وتجارة ويا المدام زوجتك، وذكر اسمك كم مرة قدامي وعرفت شلون أوصل لك. شوف براك، هسه خلصتك من الموت. لما أنا كان هسه أنت بخبر كان، فلا تحاول ابتزازي لأن اللي ابتزني يخسر. بعدين أنت ما عندك أي إثبات علي. شنو رأيك؟ نتفق، تعال تشتغل وياي واللي تريد أعطيك إياه. زين، مقابل شنو؟ تصير عيني يم هذا صاحبك البرلماني وتجيب لي اخبار شغلهم هو والمدام اول باول. براك لا تصفون، الحظ يا وليجي مره واحده، واذا ما تقضبوا بيدك يجي صياد لاخ ياخذه منك. زين يابا، انا راح اصير ايدك ورجلك واذنك واللي تريده كله، حاضر انا. عاد باكر راح تلقى بنفس المكان جنطة بها 200,000 دولار. هذا راتبك مال كم شهر ويا البرلماني. زين استاذ، انا حاضر بكل اللي تريده. لا تقول استاذ براك، انت اخوي ما احب اسمع هاي الكلمة. تفضل انزل، الله وياك. يلا مع السلامة، نفس المكان ها؟ الله وياك. استاذ عقيل، صاحبنا قاعد بقرية بلاوة. بلاوة؟ اي. هاي وين صاير ابوي؟ بلاوة قرية مال تركمان، قريبة من بيجي. ضام روحه هناك على اساس هو متضرر وما حد يعرفه. عدنان، بعد هالثقة بيناتنا مفقودة. لا بعد الاتفاق المفروض الواحد ما يشك بالثاني. لا عاد ليش دزيت صاحبك ويا ربع الكركوك؟ ذيك المرة تختلف، جماعتك ما دبروا، هالمرة لازم نشارك أنا وياك حتى نتخلص منه. عدنان، بعد هالثقة بيناتنا مفقودة. لا بعد الاتفاق المفروض الواحد ما يشك بالثاني.
لا عاد ليش دزيت صاحبك ويا ربع الكركوك؟ ذيك المرة تختلف. جماعتك ما دبروها، هالمرة لازم نشارك أنا وياك حتى نتخلص منه. متفق؟ والله زمان يا ولد. وين كنت وشلون صرت؟ انت زين. يعني جبار ما قاص لسانك من عرجه. اقلبه اقتله. تقتله. تجي وياي ندور عليه؟ انت نسيتني؟ يا ولد حسن سجن رقم 1. بس متغير هواي. يا ولد شوف نفسك ايش صاير فيك انت. تجي وياي ندور على جبار؟ تشتغل ويا راكان بس بشروطي. مش قد ما تريد نعطيك. يلا قوم. قوم لا تظل هين وابو براء وربعه يضحكون عليك. وين اروح؟ لبغداد. يلا قوم. ادخل. ما معقولة صار لك كم يوم ما رايحة للسوق. ايش بيك ماما مريضة؟ اخذك للطبيب؟ لا ابني، ضايجة شوية ومالي واهس اشتغل. يمكن راح اخذ اجازة طويلة واطلع بيها لتركيا. يابا مو احنا نخاف تروحين تركيا ويظل يركض وراك مهند وماما يعوفل هاي المسكينة نور. خطيك خلصنا. امشي اطلع برا وقصر لسانك برا. انا اخوك انطردنا. زين شو وقت ناوية تسافرين؟ احجز لي لتركيا عقب باكر. صار. حاضر ست ام. اقعد. كملوا اللعب. ها استاذ، تحب تجرب حظك اليوم؟ طره وكتبه؟ اذا تريد نغير اللعبه كيف؟ ايه نلعب ورق. هسه على بالي، شفت؟ القلوب سواجي، دا اقول لك نلعب ورق بس مع الاسف مو خوش فال. خليها طره كتبه احسن. لا نلعب ورق و21. نفس الشروط؟ ايه قتل ماكو. بس يعني اذا ابو سلوان ترى ما لعب. زين يا ابو زين، نلعب 21. فكوه، سووا لنا مجال شباب. يلا
باين عليك محترف. ها؟ تلعب شطرنج؟ اجيب لك فراش تنام؟ اخاف اسحب، اخاف احترق. لا تسحب. زين يا زين، روح لك بس هاي الورقة تكشفها. صعب بعيد. ها؟ 21 وعيونك الا 21. اليوم الحظ ما قاعد وياك. واحد وعشرين. شوفها. مو هذا اتفقنا. يعني ما قتلتك، ضربتك برجلك وبس، وهذا اللي اريده لان انا الفايز وانت الخسران. ضربه بضربه والبادي اظلم. وهسه اذا انت رجال وقدها وبيك خير خلص نفسك. اركض ايش قد ما تقدر. يلا تحرك تحرك، امشي. لحقه صار سيدي. سيدي أنا دا أنتظر وراقب بالسيارة والجماعة دا يشوفون شغلهم. اسمع، هالمرة أريد صور للجثة، تفهم؟ اجل، أنا راح أطلع برا أأمن الوضع وأنتوا ديروا بالكم، ما أريد أي خطأ، وإذا قاوم وشفتوا ما بيها فايدة اقتلوه، زين؟ روح هناك. عليك. اتفاقنا. شو راسك؟ خش. قول استاذ عقيل، تعال هنا. هذول رميت عليهم وشردوا. عافيه. لا تطمئن لك يا ول، انت شو وقت تتعلم. روح فوت انت قدامي واني اشيك المكان وراك، خاف ناس منك يمين. يلا تحرك.
شوف الأثوى اللي اجتاز لي. التاج حسن تعال الداء امان. انت مو اسمك عقيل، اسمك حسن. هذول قالوا لي تكذب علي مع الاسف، واسف على الظلم. بالك راح تفلت مني. وهذا منو القشمر اللي وياك؟ هذا صديق قديم، بس تقدر تقول حظه فاين. اي والله حظي فاين. يمكن قاعد بقرية وساكت جابني منيتك. الأستاذ غسان كلفني أن أصور الربع وهم مودعين. لازم سيادة النائب معجب بصورة من المعركة. خبط لها الضحكة تقشمرني ولك حسن. بسيطة، إذا الله كتب لي عمر أكت لك وين تروح، وإذا متت أكو من ياخذ بثاري. عمي جبار. أنا آسف ابن الشهيد، أنت لازم تموت لأن عرفتني. شنو الأخبار؟ سيدي شبع موت. روح. ارتاح حبيبي سلوى، هسه ترتاح. ما بقى غير بس جبار اللي ضربك أول مرة. وين يروح؟ أجيبه. مبروك أبو سلوان، وأخيراً. مبروك غسان. أشو جنك ضايج يابا. المفروض أني أضوج، لأن 2 من جماعتي استشهدوا. شفت الصور؟ مغير شكله، عواله تعبر علينا هالمرة همين. يلا ما بقى لنا شي، بس جبار ويخلص كل شي. أقول لك أتزي الصور العامرة؟ ايش بيك؟ دا شاقة وياك. لا أنا أقدر هاي الأمور. يلا تصبح على خير. عفوني وحدي. راد عدنان،
يا الأبرد ما يوربوا بوبيان لو الثرثار. اثنيناتهن كلان وحل. طريق طويل، شي خلصة غير السيدة. يقول لك المرحوم كان يحب هاي الأغنية مال أم كلثوم.